واخيرا ومن بعد 22 سنه النهائي كنلعبوه من بعد ما كنا دائما كنتقصاو من بعد دور المجموعات. واخيرا الفرحه كملات، واخيرا غادي نلعبوا واحد النهائي اللي غادي يكون زوين واللي كنت انا كمغربي كنتمناه. علاش نهائي زوين؟ لانه كاينه فيه السنغال. كنت كنتمنى اننا نواجهوا السنغال وما نطيحوش في النهائي مع مصر، فمبروك علينا التاهل قدام واحد المنتخب اللي قوي بحال نيجيريا. اول حاجه بغيت نشكر جميع اللاعبين من طبيعه الحال اللي كلهم قدموا مباراه اللي كبيره وكبيره ديال بصح، سواء تكتيكيا سواء بدنيا. ف 120 دقيقه من طبيعه الحال ماشي سهله، 120 دقيقه اللي كنا على الاعصاب ديالنا. كنا كنتسناو واحد البيت يجي، وكنا كنتمناو انه غير كما كان كيوقع معنا قبل كاس افريقيا، كنا كنتمناو غير يجي شي بيت ملاوط ونسجلوا بيت ونرجعوا نسدوا اللور. ولكن من طبيعه الحال كانوا كيتسناونا ركلات الترجيح اللي من طبيعه الحال كان الرجل ديالها هو ياسين بونو بدون منازع. ياسين بونو اللي كيثبت من جديد بانه احسن حارس ديال المرمى داز في التاريخ ديال الكره المغربيه بدون منازع اصدقائي. شنو بان لكم؟ واش كتشوفوا بانه بصح هو احسن حارس داز في المنتخب المغربي ولا لا؟ ومن طبيعه الحال ما نساوش التالق ديال جميع اللاعبين اللي بدون استثناء كلهم قدموا واحد المستوى اللي كبير اللي خلانا وشفع علينا اننا نتاهلوا للمباراه النهائيه. من بعد داكشي اللي شفناه في الادوار الاولى ومن بعد داكشي اللي شفناه في دور المجموعات كان عندنا تخوف اننا ما نقدموش هذا المستوى اللي كبير، ولكن ولله الحمد اننا بالجماهير ديالنا وبالاحضان ديال البلد ديالنا تاهلنا للنهائي. فكنتمناو انه هذا النهائي هذا يكون من طبيعه الحال تتويج بالذهب للمنتخب المغربي من بعد واحد السنوات اللي طويله اللي كنا كنتسناو هذا النهائي هذا بفارغ الصبر. من طبيعه الحال المباراه كنا كنتسناوها على انها تكون واحد المباراه اللي صعيبه وقاصحه ديال بصح، بحكم ان المنتخب النيجيري هو اكثر منتخب اللي سجل في هذه المنافسه هذه بحيث وصل ل 14 هدف، وهذا الشيء بالضبط اللي كنا خايفين منه. ولكن من طبيعه الحال هذيك 14 الهدف اللي سجل وصلت حتى لقدام المغرب وهي تحبس، وكانت النهايه ديالها اليوم في المباراه اللي جمعاته بالمنتخب ديالنا المغربي. ومن طبيعه الحال هذا الشيء ما جاش غير هكاك، وانما جاء بواحد المنهج تكتيكي اللي لعب به وليد الركراكي واللي عودنا عليه من طبيعه الحال واللي كنا كنعرفوه. انا قبل المباراه كنت كنتوقع على ان وليد الركراكي من طبيعه الحال من المدربين اللي كيعرفوا يسدوا وسط الميدان، الا اننا حنا كنعرفوا باللي عندنا مشاكل في النجاعه الهجوميه. ولكن من طبيعه الحال ملي كنهضروا على الدفاع فكنهضروا على ان الدفاع ديالنا احسن دفاع في البطوله. ماشي غير هذا الشيء بل نقدروا نقولوا ان المنظومه الدفاعيه ديالنا احسن منظومه دفاعيه في افريقيا كلها. من بعد هذا الشيء هذا كامل من طبيعه الحال كلنا كنتمناو على انها المباراه النهائيه اللي غادي تلعب من طبيعه الحال نهار الحد ان شاء الله تكون هي المباراه اللي كنا كنتسناوها وكنا كنحلموا بها اننا نتوجوا بهذاك الكاس اللي غاب على الخزينه ديال الجامعه الملكيه المغربيه والمنتخب المغربي ديالنا لسنوات اللي طويله. فواش كتوقعوا على انها هذه هي الفتره ولا هذه هي الوقيته باش اننا نتوجوا بالكاس ديال افريقيا من بعد هذا الشيء هذا كامل اللي دزنا وعشناه مع المنتخب المغربي ومن بعد هذا الشيء هذا كامل اللي وقع؟ فالاراء ديالكم كتبوها لي في الكومنتير لتحت. شنو هو التوقع ديالكم للمباراه القادمه اللي غادي تكون مع المنتخب السنغالي من طبيعه الحال اللي غادي نقدروا نقولوا انه المنتخب الشقيق السنغالي؟ علاش وكيفاش؟ الجواب من طبيعه الحال غادي تكونوا عارفين علاش كندوي. كتبوها لي في الكومنتير لتحت.